أهلا بيكم في الحلقة ال 13 من بودكاست دقيقة تنقذ حياة. واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الصداع الشديد، والنهاردة هنتكلم عن الإرهاق. هل هو طبيعي ولا علامة خطر؟ لما تحس بتعب دي حاجة عادية، بس لما تحس إنك مش قادر تقف، هنا لازم نسأل: إمتى الإرهاق يبقى طبيعي؟ الإرهاق الطبيعي بيحصل بسبب قلة نوم أو مجهود زائد أو قلة أكل أو جفاف بسيط، وغالباً بيتحسن بعد الإفطار والراحة. طب إمتى الإرهاق يبقى خطر؟ الإرهاق الخطر بيكون مصحوب بدوخة شديدة وزغللة في الرؤية وخفقان سريع وعرق بارد وصعوبة في التركيز وإحساس إنك هتقع. ده ممكن يكون هبوط سكر أو جفاف شديد أو إجهاد حراري. طب تتصرف إزاي؟ لو الشخص كان واعي قعده فوراً ووفر له تهوية، ولو كان صايم خليه يفطر. لو الحالة تستدعي وراقبه كويس. لو الأعراض بتزيد ولو حصل فقدان وعي اطلب الإسعاف فوراً. الصيام عبادة بس صحتك أمانة، وافتكر دايماً دقيقة وعي ممكن تنقذ حياة. استنونا بكرة في حلقة جديدة، وما تنساش تشارك الحلقة يمكن توصل لحد محتاجها.